السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لنادي الزمالك العظيم تحقيقه للكونفدرالية. إنما إيه اللي حصل في في مراسم التتويج واللي حصل بعد ما خلص الماتش؟ اللي حصل مهزلة، وكل الناس وكل الإعلاميين وكل البلد طالعة مطلعة الزمالك هو اللي غلطان وجمهوره هو اللي غلطان، وطبعا شيكابالا على طول هو اللي بيتلام وكل حاجة. شيكابالا عمل إيه؟ والزمالك عمل ايه؟ اللي منظم الماتش ده الاتحاد الافريقي الكاف. احنا مالنا؟ احنا فعلا شفنا مناظر وفيديوهات بتطلع بعد الماتش رهيبه. اولا بتوع نهضه بركان اللعيبه والاداريين ضربوا الحكم وطحنوه. معرفش شفت الفيديوهات ولا لا. بعد كده انا لاحظت ان التتويج واخد وقت طويل قوي، اكتر من نص ساعه محدش توجهم ولا حد نزل يديهم الميداليات ولا الكاس. طلع بقى ان في مدعكه تحت، ووزير الرياضه يا عيني اتحشر جنب رئيس الاتحاد الافريقي وهم نازلين في المقصوره تحت في الممر ده، وهم بيطلعوا ادعكوا دعكه سودا وهرج ومرج رهيب. وعشان يطلعوا يعني وسمعنا ان هم كانوا هيلغوا اصلا مراسم التتويج. هو كل مره الزمالك يفوز ببطوله يحصل له كده؟ طب الزمالك ماله؟ ما الكاف هو اللي منظم والشركه دي هي اللي منظمه. ايه اللي حصل؟ احنا مش عارفين ننظم ماتش؟ طب الجمهور كان منفعل شويه مبسوط شويه، بس مش هو اللي عمل كل ده. وبعدين يا عيني البنوته اللي كانت ماسكه الكاس اتطحنت ووقعت وطارت، وكان حاجه مسخره، واحنا كنا مش عارفين ننظم نهائي ومش عارفين ننظم تتويج. ايه الحكايه؟ عايزين نعرف، عايزين رد. ده وزير الرياضه كان بيطحن هو ورئيس الاتحاد الافريقي ده عشان يطلعوا الحته دي من تحت لفوق للاستاد، يعني لجوه ارض الملعب. اخدوا بتاع ساعه الا ربع. وبعدين مشاكل على مرات سيف الدين الجزيري ولابسه الكوفيه وممنوع الكوفيه وممنوع العلم الفلسطيني بتاع. ما نحبكهاش قوي كده يعني. لو البنوته او مراته لابسه الكوفيه او العلم، يعني هو مش مسبه ولا عيب يعني. دخلوها من حقه ان هي تحتفل معاه وابن شيكابالا ومرات شيكابالا. ولا كل مره الزمالك لازم يفرح اما يجي يفرح؟ حصل قبل كده في الدوري برضو مع موضوع مجاهد وشيكابالا اتوقف. المره دي هيغرموا الزمالك ليه؟ والزمالك ماله؟ هو انتوا مش عايزين الزمالك يفرح خالص ولا ايه؟ يعني بطوله كل كام سنه عما بناخد بطوله افريقيا ولا بنشوفها؟ خلونا نفرح شويه. والمدعكه دي الزمالك ماله؟ ده حسين لبيب نفسه ادعك رئيس النادي. يعني ايه الزمالك ماله بالموضوع؟ يعني مش عايزيننا نفرح خلاص؟ ادوا البطوله بقى لنهضه بركان ولا بتاع. يعني التنظيم والهرج والمرج اللي حصل بعد الماتش وقبل التتويج ده، يعني نادي الزمالك ما عندوش القدرات او عنده الناس؟ ده تنظيم الشركه. وبعدين الشركه مش قادره تنظم، مش عارفه تنظم تجيب الامن والداخليه زي زمان. كنا عايزين ننظم كاس العالم ازاي؟ مش عارفين ننظم تتويج لبطولة نهائي الكونفدرالية لماتش واحد. وبعد كده كله ماسك الزمالك طخ طخ طخ. وجمهور الزمالك، هو جمهور الزمالك دلوقتي هو اللي كخ وهو اللي وحش وما يفرحش. وشيكابالا كالعادة تمسكه في خناقه. شوفوا مين اللي مسؤول بقى عن سوء التنظيم والهرج والمرج، وابقوا قولوا لنا. أعزائي المشاهدين، ألف مبروك لنادي الزمالك العظيم، بطولة فاز بيها عن جدارة واقتدار وجون مزيكا فأحمد حمدي ربنا يشفيه. وإن شاء الله نبارك للأهلي يوم السبت هو كمان. شكرا لحسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين. ميرسي.